السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هنعرف مع بعض أجمل طريقة لعمل الملوخية. أنا دلوقتي بخلط الملوخية، ولازم نخلطها كده لحد ما ورقها يدوب وتكون ناعمة جدا عشان ما تبانش في الأكل. ودي أهم خطوة يا جماعة، إن احنا نهتم بطريقة الخلط، إنها تكون ناعمة مش باينة، والورق بتاعها بيكون دايب جدا كده وجميل. ونفضل كده مستمرين في تخليط الملوخية لحد ما توصل للشكل الجميل الناعم ده. واول ما ننتهي منه نبدأ نخرط راس توم، علشان لازم التوم يكون كتير او اكتر، لان لازم التوم يكون كتير في الملوخية، لان بيعمل لها طعم جميل جدا ولذيذ. ونستمر في الدقة يا جماعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما تنعم على الاخر. ودلوقتي هنجيب مع بعض بصلة متوسطة ونقشرها ونغسلها ونبدأ نخرطها قطع صغيرة وتكون ناعمة برضو. ونبدأ نخرط البصلة بالشكل اللي انتوا شايفينه الصغير الناعم ده. وبعد ما انتهينا من تخريط البصل بنبدأ نحمرها ونحط عليها زيت ونسيبها تتحمر لحد ما تاخد لون ذهبي وجميل. ونستمر في التقليب فيها دايما عشان ما تتحرقش وتبقى كلها لون واحد، لازم تكون متوحدة في اللون. ودلوقتي البصلة اتحمرت زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليها التوابل بتاعتها، نص معلقة من الكمون، ونص معلقة من السبع بهارات، ونص معلقة من الفلفل الاسود، وبعدين نضيف عليها شفشق طماطم. وبعد ما حطينا يا جماعة شفشق الطماطم هنضيف عليها دلوقتي الملوخية ونقلبها كويس لحد ما تدوب في الطماطم. ودي طريقة حلوة وجميلة جدا لعمل الملوخية بالطماطم، لان اغلبية الناس بتعملها بالشوربة، لكن الطماطم بتخلي قوامها جميل جدا وطعمها لذيذ. ونستمر كده زي ما انتوا شايفين في تقليب الملوخية لحد ما تدوب كلها جوه الطماطم. ودلوقتي معانا التوم وهنبدأ نحمره علشان نبدأ نعمل تقلية الملوخية، وهنستنى لحد ما يبقى لونه ذهبي، وبعدين نضيف عليه نص معلقة كزبرة ونقلبها لحد ما لونها يبقى ذهبي شوية. ونفضل كده مستمرين في التقليب لحد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين نضيفها على الملوخية بعد ما تكون غليت. بس انا حطيت نص كمية التوم اللي معايا بس، والنص الباقي عندي بضيف عليه طماطم وبسيبها مع التومة لحد ما بتغلي وبتتسبك. ودي خطوة جميلة جدا، والخطوة دي مختلفة وبتضيف طعم حلو اوي للملوخية. جربوها يا جماعة بجد مش هتخسروا، هتعمل طعم لذيذ ومختلف. ودلوقتي هنضيفها بعد ما غليت واتسبكت على الملوخية، يعني كده بنعمل لها تقلية على مرتين، تقلية بالثوم والكزبرة لوحدهم، وبعدين تقلية بالثوم والطماطم زي ما شفتوا معانا كده. ودلوقتي بنبدأ نقلب في الملوخية ونسيبها على النار شوية لحد ما قوامها يتقل. ودلوقتي يا جماعة زي ما انتوا شايفين معانا قوام الملوخية بقى تقيل جدا وجميل، وريحتها جميلة قوي بجد، ياريت اللي يجربها يقولي. وده يا جماعة زي ما انتوا شايفين الشكل النهائي للملوخية، الطماطم بتخلي قوامها جميل جدا ولونها جميل قوي. ده اسهل واجمل طريقة لكل ست عربية مصرية،